في زمن امتلأ بالزيف صار الصادق غريبا، وفي وسط الضوضاء والكذب والمظاهر يبقى الصدق نور لا ينطفئ. والنبي صلى الله عليه وسلم كان النور ده. قبل ما يكون نبي كان معروفا بين أهل مكة بلقب واحد: الصادق الأمين. كانوا يودعون عنده أموالهم، أسرارهم، أمانتهم. ما سمعوا منه يوما كذب، ولا وعدا أخل به، ولا أمانة ضيعها. حتى أعدائه لما كذبوا رسالته ما قدروا يكذبوا شخصه. ولما وقف أمامهم يوم قال: لو قلت لكم إن وراء هذا الجبل جيشا يريد أن يهجم عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا جميعا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. شهادة خصومه كانت أعظم وسام صدق في التاريخ. تخيل لما قرر يهاجر من مكة للمدينة، كان ممكن يرحل في صمت، لكنه ترك عليا رضي الله عنه خلفه علشان يرد الأمانات لأهلها. أمانات ناس كفار أذوه طردوه. أي صدق أعظم من كده؟ صدق حتى مع من خالفك، صدق في التعامل، في النية، في كل نظرة وكلمة. الصدق مش بس إنك ما تقولش كذب، الصدق حالة قلب. لما تكون نيتك صافية، لما يكون وجهك زي قلبك، لما تكون حقيقتك زي كلامك، الصدق هو اللي بيخليك مطمئن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وكان من الصحابة من عاش هذا الدرس بكل تفاصيله، زي قصة كعب بن مالك رضي الله عنه في غزوة تبوك، لما تخلف عن الغزوة بدون عذر وجه بعد العودة يعترف. وكان ممكن يكذب زي غيره ويقول عذر باطل، لكنه اختار الصدق. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله ما كان لي عذر. فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أمر الناس بعدم الكلام معه فترة طويلة. تخيل إحساس كعب، المدينة كلها صامتة نحوه، لا أحد يكلمه. لكن بعد أيام طويلة من الصبر نزل قوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا ثم تاب عليهم ليتوبوا. فبكى كعب وقال: والله ما أنجاني الله إلا بالصدق. الصدق أنقذه ورفعه وغسل قلبه من كل خوف. الصدق مش دايما سهل، أحيانا بيألم وأحيانا يكلفك، لكن صدقك هو اللي هيحميك، وهو اللي هيخليك مطمئن حتى لو خسرت. علشان كده لما الدنيا تضغطك والناس تتلون والمواقف تبقى رمادية، خليك زي نبيك صلى الله عليه وسلم، صادق في قولك وفي نيتك وفي وعدك، لأن الصدق دايما بينجي صاحبه.